رجعت بدري من غير ما أقوله. كنت فاكرة إني هفاجئه، بس اللي شفته جوه خلاني أتمنى إني مرجعتش أصلاً. اليوم ده كان عادي جداً. خلصت شغلي بدري وقلت أرجع له فجأة يمكن يفرح. حتى جبت معايا حاجة هو بيحبها، وكنت طول الطريق مبتسمة ومبسوطة إني هعمل له مفاجأة. وصلت قدام البيت، كان فيه هدوء غريب. طلعت المفتاح وفتحت الباب بهدوء. أول ما دخلت سمعت صوت ضحكة. وقفت مكاني. الضحكة دي مش صوتي. قلبي بدأ يدق بسرعة ورجلي تقيلة، بس مشيت. كل خطوة كنت بقرب بيها كان جوايا إحساس بيقول ارجعي، بلاش تشوفي. بس كملت لحد ما وصلت الباب أوضتي. الباب كان مورب. دفعته بإيدي، واللي شفته ما كانش مجرد خيانة، كان كسر. جوزي على سريري مع واحدة، بس مش أي واحدة، صاحبتي، أقرب واحدة ليا، اللي كانت بتدخل بيتي وبتقعد معايا وبتسمع كل حاجة عني. في اللحظة دي أنا ما صرختش، ما عيطتش، أنا اتجمدت. هما الاتنين بصولي، وهو قام بسرعة وقال اسمعي بس. اسمع ايه؟ في ايه يتقال بعد اللي أنا شفته؟ بصت لها، كانت واقفة مش قادرة تبص في عيني. وساعتها فهمت كل حاجة. كل مرة كانت تيجي تزورني، كل مرة كانت تقولي أنا جنبك، كانت كدبة. أنا اللي كنت غبية وبدخلها حياتي بإيدي. هو حاول يقرب، بس أنا رجعت خطوة وقلت له بهدوء مرعب انتوا الاتنين خلتوني أكره نفسي. ما استنيتش رد، لفيت ومشيت. خرجت من البيت وأنا مش حاسة بحاجة، لا زعيق لا دموع، بس من جوايا كنت بتكسر حتة حتة. ومن يومها ما بقيتش أخاف من الخيانة، بقيت أخاف من القرب. لأن أسوأ حاجة ممكن تحصل مش إن حد يخونك، أسوأ حاجة إن اللي يخونك يكون أكتر حد وثقت فيه.